يقول فضيلة الشيخ، هناك شاب يأمره والداه بحلق اللحية، وإذا لم يفعل سيطردونه من البيت، فماذا يفعل وهو في بداية التزامه؟ يطيع الله عز وجل ولا يطيع والديه، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لكنه يبين لهم ويوضح لهم أن هذه هي السنة ونحن مسلمون، والمسلم يستسلم وينقاد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر الله عز وجل، ويذكر له النصوص الدالة على هذا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا وما كان أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبين له ويوضح له، ولا يطيع والده في معصية الله عز وجل.